ها هو ما حصلوا. أمريكا تبهدل الجزائر من داخل الجزائر، من قلب الجزائر. المرمدة الأمريكية بسبب الصحراء المغربية. ما عندي ما ندير لكم. مستشار دونالد ترامب قام بفضح تبون والحثالة الدبلوماسية أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري. أجراو عليه يدوه الحراش. واحد من الجوج. شكون؟ الصحفي الجزائري في جريدة الوطن دي زد. كان اليوم واحد المقال تحط على الحوار اللي دار بين الوطن دي زد ومستشار رئيس أمريكي. البيت الأبيض ينشر البرقية، أو كما قال نظام المخزن بأنها رسالة ترامب. سير حط لحظة شي حيت راشي وريح. من حقي انا نسال تبون نقول له وين راحت نصف تريليون دولار، 500 مليار دولار. داها غالي داها غالي. واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. راكم جهلتوا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الحمد لله. خلاص هذه هي. حنا الدور تاعنا كجزائريين سواقة. او ماي جاد. الله يرحمك. فخامة الرئيس تبون. كاش فخامة بالحق. كاين اللي غيجبدو ويصرفقك فيه. لها المخدرات. 1000 مليار سيدي، 1000 مليار. هذا شكل 100 مليون دولار تشوفونه. الحين انا عندي الخشبة خلاص جاهزة، بس باقي 100 مليون. سيادة الأخ العزيز تبون. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. عيان بيلي. فخامة الرئيس تبون. انا فين مشيت قريت وانا ملي كنا ساقرين في بامي تاعكم قريت وانا بلي وطني فيه سكني فيه العمل. هانتم شو حفظتوها لنا ومن بعد كبرنا صرنا في الحيط ما كان لا عملي لا سكني. ويلي وكالعادة ما كاش منها. شكون هذه يا سيدي؟ الوطن الجزائرية، صحيفة ديال الوطن الجزائرية دارت معاه واحد الحوار وهو يقول لهم أن الحكم الذاتي والصحراء المغربية وأمريكا مع الصحراء المغربية. سالينا ما تخشي السموتة. خرج حوار لمسعد بولوس مستشار دونالد ترامب في الساعات الاخيره لان النظام الجزائري لم يصدر اي بيان بعد لقاء مسعد بولوس مع تبون. وموضوع الصحراء حسب الاعلام الجزائري لم يتم طرحه اصلا، بل كانوا يروجون الى ان الولايات المتحده الامريكيه تراجعت تكيكات. ومستشار رئيس أمريكي مسعد بولوس اللي جاهم فص واعطاهم تمرمقة وقال لهم أمريكا مع مبادرة الحكم الذاتي نيشان، وعاود قال لهم بأنه الحل الوحيد هذا المشكل. زيدي دابا اش عندكم باش المغرب يدير التفاوضات معاكم؟ ايه فين هو داكشي ديال حنا ترامب ما قال والو وما كاش منها. دابا الخايب في هادشي كله هو انه هاد الاعتراف نشر في جريدة الوطن دز الجزائرية. تخيل بزاف ديال الناس قال لك لا راه هذا ما شنو تحبوش حنا كنديروا مفادره كما كديروا نتوما. لا 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 ها نتوما انا مشيت جبت لكم الاصل ديال الخبر، ما نمشيش نجيب لكم هاد التصويره ونقول لكم ها هو. لا 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 ها هي الوطن. وهنايا فين كيهضر على السياده المغربيه وبان امريكا مع السياده المغربيه والتصرفيق. من 83 دوله اللي كانت معترفه بالبوليزاريو قريب بقاو اقل من 50. وشكون من دول بداو يسحبوا في اعترافها بوثائق مفبركه مثل هذه. لكن الان خرج علينا مسعد بولوس في حوار مع جريده جزائريه اللي هي جريده الوطن الناطقه بالفرنسيه، وقال بانه الولايات المتحده الامريكيه جددت اعترافها بمغربيه الصحراء، وان دونالد ترامب التزم بانه مبادره الحكم الذاتي هي الحل الوحيد. اكثر من ذلك قال بانه ابلغ هذا للرئيس المعين عبد المجيد تبون واحمد عطاف. تخيل انا بعدا ما فهمتش انا هاد الجريده كيفاش زعمات
جريده اوزي انها تنشر هادشي. لا 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 لا، هذه غتكون بايعه الماتش، هذه الجريده بايعه الماتش. هما كيشوفوا المشكل، حنا كنشوفوش المشكل ديالنا صح. anyway المقال تكتب عندهم في الجزائر هكا. دابا المقال ما بقاش طار، غيبقى فيها غير مولاه اللي كتبوا، يا اما دابا عاطل عن العمل يا اما دابا في الحراش او اعلم. زيدي في اخباركم نتوما قريب غادي تكونوا هكا وبغيتيو المغرب اللي عنده دائما سمعه في العلالي يتفاوض مع منظمه بحال هادي ديال مستحيل. من قلب الجزائر. تخيل تسود مسعد بولوس ويقول لك بانه امريكا تعترف بمغربيه الصحراء وتنشرها عندك في المقال هكا تكستو. هو تنتس كاش منها. أين بيان الخارجية الجزائرية؟ أين سحب السفير مثل ما حدث في فرنسا؟ معناتها هو ذهب أبعد من فرنسا مثلا اللي اعترفت بمغربية الصحراء وانتهى الأمر من جهتها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت مبعوث ومستشار دونالد ترامب وزاد أكد لعبد المجيد تبون أن الحل سيكون في إطار واحد وهو مبادرة الحكم الذاتي، وأنه تقرير المصير قبر إلى غير رجعة. لكن غا أعطيه وزيدوا بارك عليكم من تبهديل، بارك عليكم من تبهديل. ولكن هادشي هذا شكون اللي دارو؟ الاعلام الجزائري الغبي اللي كان كيصور بالصباعي بان لا راه قريب وحكا ترامب ما غاديش يبقى وما شنو غادي يدير، غادي بعد غادي يحيد هذا الاعتراف بمغربيه الصحراء. الى حد الان البوليزاريو ما تحركش، النظام الجزائري ما تحركش. الملك المغربي على باله يتعامل مع رايه، مع ولاد الحرام، لا دين لا مله، لكن باش يماركي لهم بوا قدام الرأي العام الدولي وقدام الأمريكان، لأنه هو ما يخليش روح حتى يجي الأمريكان يضغط عليه، حتى يضغط عليه. العصابوي العرايا يمشيو تحت الضغط، تحت الضرب، تحت الكف، أعطيه بالكف العصابة. يا خوتنا دوك الفيديو واحد الانسان يهضر على الرئيس تبون بلي راهو كاري البلاد، بلي موش متخلي فيه لاشوناس، موش متخلي كامل فينا. يدخل لي كومونتير نشوف كاين بيلو تحيه عمي تبون تحيه يا فرنسا مزال تخلي اولادها في البلاد هذه، والراجل فري زاعمه والله ما يقدر يعيش في البلاد هذه، باسكو يعيش مغبون، يشوف غير بعينه، ولا ذوك الدوله تحقر ولا الشعب يحقر. ابتسام حملاوي قالت لهم الجزائر تعيش عصرها الذهبي، رانا عايشين في عصر العذاب، ماشي العصر الذهبي، العصر الذهبي او خارج عليكم انتوما اللي راكم متقلدين مناصب في الدوله الجزائريه. اين هو البيان؟ اين سحب السفير؟ ولا شيء. معناتها انه الان وصلنا الى الحقيقه انه النظام الجزائري لما يتعلق بالولايات المتحده الامريكيه ياخذ رغم كل التسهيلات ورغم القانون الذي تم اقراره، قانون الاستثمار الذي تم تعديله لاعطاء امتيازات للشركات الامريكيه، طمعا في ان الولايات المتحده الامريكيه تتكاكل بين ظفرين. بعد الاعلان عن الجمهوريه الوهميه اللي ما عندها لا ارض لا دستور لا مؤسسات لا والو، كانت لا شيء. شكون رد هادشي؟ الجزائر اللي ردت هادشي. اما حنايا ما رانا مستفادين والو من العصر الذهبي هذا اللي راكي تهضري عليه. مستشفيات كيما الناس ما عندناش باش نداو مالينا ولادنا، نروحوا لتونس، نروحوا للترك، بنيه تحتيه ما عندناش. وال200 هذيك 200 مليون دولار اللي مديتوها لاعمار جنوب لبنان، هذيك عمر بها الجنوب تاعنا اللي مساكن راهم عايشين في العصر الحجري القديم. باش تكون ناجح دبلوماسيا لازم تكون ناجح داخليا. روح شوف وتيره النمو في المغرب، شو وتيره النمو في الجزائر، واش عنده المغرب من امكانيات، واش عند الجزائر من امكانيات. شوف دوله اللي فيها استقرار دابور تاع المسؤولين. شوف وزير الخارجيه في المغرب شحال عنده، ومسؤولين الامنيين ومسؤولين تاع الجيش، كيفاش كاين استقرار. الجزائر في 7 سنين، في 5 سنين غير لك 7 مرات مدير الامن الخارجي، يغير لك الوزراء كل 3 شهور داير وزير جديد. كاش استقرار لان ما كاينش دوله. واحكم نتايا كاينه حاجه يا الرئيس تبون بنتنا مديتهم من لبنان، مديتك حالش اللي ما فهمتهاش انا كيفاش تحالش تحوش فيهم لبلادهم، معناتها اللي تبعث لهم دراهم. والله العلي العظيم غير تبقى حاير في الجزائر. يا شوف فينا يقول كلكم راع وكل راعي مسؤول عن رعيته، انت ما رايتناش تغبن فينا. لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا اله الا الله محمد رسول الله. وحكا راه هادشي هذا جايه واحد
الكواليس وراكم عارفين، الغرف المظلمه والماتش يتعاود، وشنو كيجيهم؟ الضربة من الجزائر والعزاء في قصر المرادية. ان شاء الله بربي. وبداو دول يفتحوا في قنصليات دخلة في العيون، بالرغم ما عندهمش رعاية، ولكن موقف. ولكن الحقيقة أن المغرب أخذ أشواط في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حماقة النظام الجزائري في السنوات الأخيرة. أن الخارجية الجزائرية فشلت على جميع الأصعدة، خصوصا أنها وضعت قضية الصحراء هذه كقضية محورية، واليوم النتيجة هي أن نظام لرز لا هيبة لا مواقف، يلتزم الصمت كليا، يغلق فمه، لا بيان، لا استدعاء سفير، لا سحب سفير، لا أي شيء مع الولايات المتحدة الأمريكية، الخضوع والسكوت والانبطاح. مثل ما يقولوا بالعامة عندنا، اللي شاف الموت يرضى بالحمى. حقيقة بالراهي الفرق ما بين المغرب يحكموه ولاد فاميلة، ما همش أنايا، ما همش بوندية، يعرفوا السياسة. شوف الدبلوماسية المغربية وكيفاش مشات وكيفاش حققت إنجازات واعترافات درجة بدرجة من طرف مختلف الدول التي يحسب لها والتي لها قوة. عندها مدة سمعنا باللي الجزائر مدت سوارد لتونس، هذه المعلومة لم تصرح بها السلطات الجزائرية ولا الإعلام الجزائري، لكن اللي خرج يبحث هو الإعلام التونسي، حب يعرف قداه. لا والو عاد لقيتوني كنفكر فخامة العطاي. ماشي عطا عاوتاني، هذاك اللي تيعطي يعطي عطاء معطايون عطايون، هذاك اللي تيسخن عليه راسو كيبقى يعطي، اللي كتجي هذيك لا شالور ديال العطي تيبقى كيعطي، هو هذاك. السلطة التونسية وقالت وي كاينه منها، اعطانا اون بارتي كريدي واعطانا اون بارتي هبه. الصحافة التونسية قالت لا، تمسخروا بينا، تقولوا لنا عطاونا سوارد وبرك ونقطة للسطر. تونس حصلت على قرض ب 300 مليون دولار من عند الجزائر، فقط نقطة إلى السطر. اللي عطاونا لي موداليتي معناتها بنا تو دانتيري، شو قال لك هذاك القرض مش ب 10% نسبة فايدة. ذاك النهار 200 مليون دولار لبنان، قبل منها ما عرف شحال لإفريقيا. دابا نوبة تونس حتى هي دي حقها، حتى هي مسكينة دي حقها، تجلس هي بلاش غيبقى ضرب لهم الدربوكة وتفرج من بعيد وصافي، تدي حتى هي حقها. قال لك فيلم مشى ما عرف سميتو عليه بين الحباب والنساب، انسابهم هذوك انسابهم. حابين نعرفوا لي ديتاي قداه عطاوكم، واذا كان كريدي على قداه نسناو لو طو دانتيري والسوارد كادو بقداه. هذه الاسئله ممنوعه في بلادنا، حتى وحنا نورمالمون نسقسيهم اولى، حنا نسقسيو قداه مديتو، لا في بلادنا ممنوع، ما تدخلش روحك. صحافه تونسيه سقساو وحبوا يعرفوا. ماشي عاوتاني عطات 300 مليون دولار لتونس هاد المره، غا حداها ما مشاش بعيد. تونس تحصلت من عند الجزائر على قرض ب 300 مليون دولار، والبلاغ وقف الغات، معناتها ما نعرفوش لي موداليتي نتاع القرض هذاك، خاطر انت كي تاخذ قرض باسم بلاد تبقى اونجاجي بلاد كامله، وعندك مواطنين وعندك اجيال قادمه باش يخلصوه القرض هذاك، لازم تعطينا نسبه الفايده نتاع القرض هذاك. تخيلوا يا خاوتي، كاين مام اعلامي كان واش يدير، يدخل للبنكه كل يوم قال لهم ونحوس سوار مدفيرا ولا لا لي 3 مليار، ما يبقاش فيهم الحال. دابا الغريب اللي ما فهمتوش انا وضرني راسي، هما الجزائريين ضاربين الطم، وما تيسولوش هذيك 300 مليون دولار لتونس ديالاش وكيفاش وعلاش ووقتاش، سكتوا. ما فهماش. انا كل يوم ندخل السيت تاع البنك سنترالي ودي وينهم 300 مليار دولار، ما فهماش. باش يعرفوا وين حيروحوا، هادم هما اللي راح يتلقاو السوارد ويعرفوا بحقهم انه وين تروح السوارد دي، وين عم بالنا بها وين تروح ودخلت ولا ما دخلتش ولا راحت في ايدي اخرى. احنا في بلادنا لا الصحافه لا المواطن مسكين كي شغل العبيد. يطيعكم يا جماعه، ديروا واش تحبوا، اعطيونا شويه ماكله برك ونشربوا، وبعديك السوارد ديروا مدوا ما تمدوش، لا نسالوا لا نبحثوا، ما كان والو. والتوانسه ناضوا تيغوتوا، والصحف ديالهم وفي الاعلام ديالهم تيغوت، قال لك علاش هذيك 300 مليون دولار بغينا نعرفوا هذه علاش، واش غنديروا بها، وكل واحد فينا شحال غتجيه في حقه. معناتها ما ينجمش رئيس الجمهوريه يسير الدولي بالدوله من الناحيه الاقتصاديه بهالتعسف هذايا، نعم، وبهاللبس هذايا وبهالصمت هذايا. وهما شدوا الفلوس وتيغوتوا ما عجبهم حال، وحدين تيعطيو ساكتين ساكن، قلبهم كبير ساكن. الله يكون معاهم. زوج بلدان عندهم دو مونتاليتي، دو موند ديفيرون، وحده تجتهد وتبحث على حقوقها وتسال وتدير انفستيغاسيون، وواحده عندك مجتمع مسكين سما هك ما دخلكش، ولو سواردو ولو مال ورزقه ما دخلكش، حنا نتصرفوا وانت اسكت ولا تسال.
ربي يهدينا. والمليون دولار اللي مديتو للافارقه للتنميه يا ونمينا حنايا شبابك اللي رانا ضايعين سيدي الرئيس. المهم ابتسام حملاوي راهي حكمت لكم ساحتكم. القنصليه العامه الجزائريه في فرانكفورت اليوم قررنا ان نغلق سفاره العصابات، قنصليه العصابات في فرانكفورت. كما سجنتوا الاحرار حنا تانا حابين نذوقكم جزء فقط يعني من سجن الاحرار. كيف قودا الوقت اللي رانا فيه 100,000 تجيب لك دجاجه بصح تجيب لك خدام يخدم عندك من زوايع في النهار. المغرب ما راحش ما عندوش درهم باش يرميهم، قال اي مليار دولار راح يصدقها على الافارقه، اي 200 مليون دولار نمدها للبنان، هاي 100 مليون دولار ما عندوش. المغرب يمشي يستثمر، عمل استثمارات في دول افريقيه والشعوب الافريقيه يشوفوا في الثمره تاع الاستثمارات المغربيه في بلدانهم، بالتالي صار فيه تقارب، صار فيه تاثير مغربي على هذه الدول الافريقيه. في عصابه باش تستولي على السلطه في الجزائر لمده 5 سنوات اخرى وتنهب ما بقي لم ينهب.